مش عيب ابدا ان انا اخسر واطلع من بطوله، رغم ان انا بقالي فوق ال 15 سنه ما خدتهاش، بس مش مشكله لما اطلع. بس اطلع بالشكل اللي احنا طلعنا بيه النهارده ده، دي بقى الكارثه في حد ذاتها. كابتن حسام حسن من اول ما مسك المنتخب لحد قبل ماتش النهارده، كل الناس اللي كانت بتنتقده بقت بتهتف له. كل الناس بقت بتقول ما شاء الله المنتخب بقى بصوره احسن، المنتخب بقى فيه تحسن، بقى فيه تطور، وغيره وغيره وغيره. والناس اللي كانت بتنتقد اتحولت لناس بتدعم. ولحد ماتش كوت ديفوار، منتخب مصر مع كابتن حسام حسن ما شاء الله لعيبه رجاله، تنزل تخطف المكسب بقى من غير بقى ايه افشخانات ولا غير ودي وهات والكلام الفاضي ده كله، بتنزل تخطف المكسب على طول. تيجي ماتش السنغال، يعني ماتش خلاص بقى اللي هو خطوه بتقربك من حل من تاريخ يا كابتن حسام حسن، انت هتبنيه من جديد كمدير فني. انت نازل الشوط الاول انت بتدافع كلام تمام، خايف تفتح الملعب عشان ما تلبسش جواه ما تعرفش تعوض كلام تمام. انما الشوط الثاني انت هتروح لحد فين؟ لحد الدقيقه 70 السنغال حرفيا زنقنا في الملعب، نص الملعب بتاعنا حرفيا ماسك علينا كوره، احنا مش عارفين نعمل هجمه لحد الدقيقه 80، ما خدناش غير ركنيه واحده. طيب لما جابوا جون في الدقيقه 78، ما هو طبيعي انت رايح لحد ال 120 دقيقه عايز تدافع، عايز توصل لحد نهايه الماتش بتدافع، ما هو ده مستحيل. لما انت بقى بدات تضغط، بدات تلعب في اخر 10 دقائق، السنغال اتحولت من فريق بيهاجم لفريق بيدافع. وتبديلاتك اللي المفروض اصلا تحصل من الدقيقه 70 او الدقيقه 60 انت بتعملها في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 82. طب انت كنت منتظر ايه طب عشان تنزل مصطفى محمد او تنزل عامه مهاجم او تنزل معلش حد؟ لما نزلت زيزو، زيزو عمل كام هجمه؟ كنت مستني لحد فين عشان تعمل تبديلات؟ وانت شايف الرؤيه باينه قدام عينك من الشوط الاولاني. تمام، خلصت الشوط الاولاني ودفعت والدنيا تمام وطلعت شوط اول زي الفل 10 على 10 تمام. الشوط الثاني معاك من الدقيقه 60 فريقك مش عارف يعمل حاجه، منتخب مصر مزنوق مش عارف يمسك كوره حرفيا. محمد صلاح مش عارف يعدي واحد قصاد واحد، ومرموش كذلك الامر في الجنب الثاني. ففي الاخر نطلع بالشكل ده؟ لا انت كده كابتن حسن حسام حسن اثبت لنا حته ان احنا ما عندناش كوره في مصر. احنا كنا بس ايه اللي احنا كنا فيه ده؟ يعني كان ما قبل العرض لحد ماتش كوت ديفوار ده كان اللي يقول لك ايه ده حاجه ترفيهيه. منتخب مصر الحقيقي هتشوفوه ماتش السنغال. فليه؟ خلاص لعبت ماتش كوت ديفوار كنت تروح تخطف الجون وترجع تدافع تمام وخلاص ومشيت معاك واللي قبله واللي قبله. انما تيجي في ماتش زي ده ليه؟ ليه انت معاك الحلول؟ طلعت منتخب مصر بصوره من البطوله حرفيا حاجه مهزئه جدا، حاجه مهزئه ما يتقالش حتى هارد لك.